في الوقت اللي الحدث الاكبر فيه في العالم دلوقتي هو انسحاب جو بايدن من سباق الانتخابات الامريكيه، واللي بيظهر فيه اسم جو بايدن وكاميلا هاريس ترند في العالم كله، بيظهر اسم تاني خالص ترند عندنا احنا في الوطن العربي، ليلى عبد اللطيف. استاذه ليلى عبد اللطيف اللي كلنا عارفينها دي كانت تنبأت في بدايه العام الاتي: فانني ارى من سيحكم ويتحكم بالرئاسة الأمريكية هي امرأة، هي ستكون الرئيس البديل. تنبأت إن اللي هتحكم أمريكا امرأة. قد امبارح كانوا راجلين بس اللي مرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية. كما أرى الإعلام يتوجه إلى زوجة الرئيس السابق باراك أوباما وعلى نائبة الرئيس بايدن الحالية. طيب كاميلا هاريس هي اللي رشحها جو بايدن تحل محله امبارح، وميشيل اوباما اسمها مطروح بقاله فتره واحتمال يطرح تاني. السؤال دلوقتي الاستاذه ليلى بتعرف الحاجات دي منين؟ هيدا إلهام. طب هو ليه الواحد يجيله الهام على انتخابات الرئاسه الامريكيه؟ الهام بتعمل حاجات غريبه قوي برضه. تفتكروا المره دي هتصيب ولا هتخيب؟